صلى على النبي. النهارده يا باشا انا هنعمل لك القشطه الرول. القشطه الرول لو هتلف الميديا كلها مش هتلاقي حد بيقول لك السر بتاعها ايه. الفيديو ده انا هنعرفك ازاي تعمل قشطه رول. القوام بتاعها تخين، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. اول حاجه عندنا هنا حله على النار اهي، مكونات القشطه الرول. تمام. عندنا هنا لبن، ده لبن حليب وزنه 6 كيلو، 6 كيلو لبن. اهم حاجه عندنا هنا جوده اللبن تكون عاليه، وترفع ايدك كده يا باشا وانت بتنزل كده رص اللبن بتاعك عشان يطلع خيره معايا بالمنظر الجميل ده. واللي يصلي على النبي يكسب. بص هنا كده، بص هنا الدسم بتاع اللبن عالي. اهم حاجه عندنا في الوصفه دي الدسم، اللبن الدسم يكون عالي. وبقى هنعمل لك 6 كيلو لبن، وتقلب كده يا باشا ايه على طول، وهو كده على النار لسه تفضل تقلب فيه على طول. اهم حاجه في الوصفه دي الدسم بتاع اللبن لازم يكون عالي، لازم يكون لبن بخيره. بص بالمنظر الجميل ده كده، بص تفضل تقلب كده يطلع معاك ايه الرغاوي بتاعته والدسم بتاعه بالمنظر الجميل. يمين وشمال يطلع معاك الرغاوي بالمنظر الجميل اللي انت شايفه ده. في حل تاني ممكن تجيب مثلا كده ايه كوس سلستيه وتفضل ايه ترفع كده وتقلب فيه. اهم حاجه عندنا ان انت تفضل تقلب فيه التقليب العالي ده علشان خاطر يخرج معاك القشطه بتاعته ويديك الوش بتاعه اللي احنا محتاجينه. عشان تاخد قشطه رول ما حصلتش وطعمها حوار. لا هنضيف لا نشا ولا هنضيف مكسبات طعم ولا مكسبات لون ولا اي حاجه. بالمنظر ده كده. كل ما في الامر احنا نجيب لبن الدسم بتاعه عالي وتحطه على النار يا باشا وتغليه كده. تفضل كل شويه تقلب فيه كده بالمنظر ده. بص بقى اللبن معانا تاخن معانا ازاي، تاخن معانا ازاي وطلع معانا الوش الجميل ده. ده المطلوب عمله. تفضل تقلب في اللبن يمين وشمال وهو على النار لحد ما يخرج معاك ويديك الوش اللي احنا محتاجينه ده. ده الوش اللي انا عايز نوصل له علشان يديني قشطه رول القوام بتاعها تقيل تخينه يعني، وطعمها في حته ثانيه. في ناس بتحب تضيف نشا، احنا يا باشا لا هنضيف لا نشا ولا الكلام ده، كل حاجه طبيعي كده منه فيه. بص يا باشا بدأ يغلي معاك هو بالمنظر الجميل ده، والفوم بتاعه من كتر التقليب. بص المنظر ده المطلوب عمله. انت كده ما تطفيش عليه دلوقتي، 5 دقايق بالكتير على النار وتطفي عليه. خليه يغلي كويس جدا، كويس جدا ديت، خليه يغلي كويس اهي. بص المنظر ده بسم الله ما شاء الله كده. احنا ضمننا ان هو هيديني حته قشطه ما حصلتش. الكميه دي 6 كيلو لبن. بص يا باشا وهو بيغلي كده معاك كده تفضل تقلبه وهو بيغلي لمده 5 دقايق وهو على النار برده كده. هو بيغلي معاك لان المطلوب عامله هنا ان انا عايز اسوي اللبن كويس واخلي اللبن معايا يطلع معايا احمر ما يطلعش معايا ابيض عشان ناخد الدسم بتاعه واخد خيره كويس. بسم الله ما شاء الله. بص كده الجمال ده تاني. بص تلاقي اللبن معاك بص محمر سيك اهو. ده المطلوب عامله يا باشا. ساعتها نطفي عليه على النار وخلاص كده. الخطوه الجايه دي اهم خطوه يا ريس. هتجيب بتاع سلسين زي دي كده وعلى نار شمعه، على نار شمعه بالمنظر ده، على نار شمعه، على نار شمعه. بص كده المنظر ده. هتاخد اللبن بتاعك كده ريس بالمنظر ده كده على نار شمعه. بص بالمنظر ده كده كانك بتصب عرقسوس. بص كده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على نار شمعه
بتاع السلاسل وتلف بيها بص كده بالمنظر الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. بص كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لازم تعاملوا المعامله دي كده عشان خاطر يديني الوش اللي انا عايزه. خش كده بص على الرغاوي بقى بتاعته دي. شايف الجمال ده؟ كل الكلام ده طبعا على نار شمعه. طبعا لون اللبن معايا مخضر شويه او محمر شويه، ده عادي، ده عادي. بص كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي خطوه مهمه جدا عشان تاخد قشطه رول القوام بتاعها تخين. بسم الله ما شاء الله. اهو بص بقى هنا عشان بص الدسم بتاع اللبن عامل معاك ازاي، تعرف ان الدسم بتاعه بخيره بتاع ربنا. على نار شمعه لمده 3 ساعات، ساعتين ونص، بس خليها 3 ساعات على نار شمعه، ولا تقلبه ولا تيجي يمه، سيبه زي ما هو كده. بعد كده بعد ال3 ساعات ما يخلص تطفي على النار وتسيبه يبرد خالص مع نفسه، وتيجي واخده زي ما هو حطه في قلب التلاجة، وهنوريك النتيجه دلوقتي. يا باشا المرحله بعد 24 ساعه بعد ما غلينا اللبن بالمنظر اللي انت شفته ده، وجبنا لبن دسمه بتاعه عالي وحطيناه على النار هاديه لمده 3 ساعات. بص بالمنظر الجميل ده كده، 3 ساعات، يفضل 3 ساعات في المنظر ده كده بالرغاوي بتاعته دي زي ما هو، لا تقلبه ولا تيجي يمه. بعديها ب3 ساعات تطفي النار الشمعه وتسيبه بقى ايه يبرد مع حاله. بعد ما يبرد يجي واخده حطه في التبريد لمده 24 ساعه، ودي النتيجه يا باشا بعد 24 ساعه. بسم الله ما شاء الله. اهي دي النتيجه بعد 24 ساعه. انا عايزك تصلي على النبي كده وتذكر الله. بص كده، بص بص بص، انزل كده عشان بص الدسم بتاعه عامل معاك ازاي. شايف الجمال ده اهو؟ ما هنا مفيش حاجه بتترمي، حتى اللبن اللي تحت منه مش هيترمي. دي القشطه الرول بما يرضي الله بكل التفاصيل، ما حدش هيقول لك على السر غير العبد لله بس. طب نبدا كده ونسمي الله. اهي القشطه الرول بقى، القشطه الدمياطي زي ما انت بتحب تسميها سميها. اهي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهي اهي. انا عايزك تصلي على النبي. انا عايزك بقى بص كده الجمال ده. تعالى انزل كده يا صاحبي. شايف الدسم بتاعه عامل معاك ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهي. طب تعالى هنا كده بص كده على الجمال ده. انا عايزك تصلي على النبي. بص كده الجمال ده، ابدا كده وصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. اهي بكل التفاصيل. نقطعها كده 4. حلو. اهي بص انزل كده معايا، تلفها يا باشا الرول اللي بتاعتك. اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. اهي بسم الله ما شاء الله. اهي ادي يا باشا القشطه الرول بكل التفاصيل. اهي اهي. الصلاه على النبي. عايزك تصلي على النبي. اهي اهي اهي. شايف الجمال ده؟ حاجه محترمه 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 محترمه. اهي اهي القشطه الرول اللي معاك. اللبن ده مش بيترمي، اللبن ده يعتبر خالي الدسم، يا بتغلي يا بتشرب للاطفال يا اما بتنزل بيه على المش. حبيبي يا حاج، طبعا اللي بيشربوا الاطفال الصغار اللي هم عايزين لبن خالي الدسم، احنا كده خدنا الدسم بتاعه بما يرضي الله. دي الطريقه بما يرضي الله، مش هتلاقي حد على الميديا بيقولها غير لعبد لله بس. اهم حاجه تصلي بينا على النبي. محدش هقول لك عليها غير حباش ام حسن بس. انزل كده معايا. بص الجمال ده. بسم الله ما شاء الله. بص حاجه محترمه. اهي ده البلد يوكا. ودي اقسم بالله على الرايق. الجمال ده مش هتلاقيه غير بس عند حباش ام حسن. طبعا الناس اللي تسالني بقى على ال6 كيلو لبن يطلعوا معاك قد ايه؟ 6 كيلو لبن يطلعوا معايا 1.5 كيلو قشطه رول. هتقول لي مش شويه، لا مش شويه، هو 1.5 كيلو على الدسم بتاعه اللبن العالي على 6 كيلو. حلو خالص.